السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهاردة فيديو جديد، والنهاردة هنعمل أكلة جديدة. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل جمبري الصغير ده. هنعمل ايه مع الجمبري الصغير ده جمبري صاحي، مش اي جمبري، ده جمبري صاحي. هوريلكوا دلوقتي. شوفوا كده معايا، هفتح عليه الحنفية هتلاقوه كده ايه بيتنطط. ومعانا بطاطس هنقليها، ومعانا بتنجان، ومعانا ايه تاني، الجمبري دوت، وبتنجان وبطاطس، وجبنا معاه ايه سمك. هوريكم السمك، بس ايه العيال فرحانين بالجمبري، هو صاحي كده بيتنطط في ايديهم. واحنا بنحبه ايه الجمبري الصغير ده، يعني مهما لقيته قدامي انا بجيبه، اول ما الاقيه قدامي بجيبه على طول. حتى لو مش هعمل سمك بجيبه واحطه عندي في التلاجة. بصوا بيلعبوا بيه ازاي العيال، خدوه مني بقى واحدة واحدة كده ايه وبيلعبوا بيه. ومعانا سمك بولتي، جبنا كيلو ونص، 2 كيلو ولا ايه سمك بولتي. طبعا هنغسلهم وننضفهم ونغسلهم كويس جدا بعد ايه، عشان جايباهم متنضفين عند الراجل، احب اعيد تنظيفه تاني عليه. ماشي. بس الجمبري عيب بيلعبوا بيه ازاي. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد، ونحمر البطاطس والبتنجان الاول عشان ما نزفرش الزيت. طبعا الجمبري ده بقى ايه الخلطة الأساسية بتاعتنا، طماطم وبصل، ونسقط فيهم الجمبري وقرن فلفل حامي. طبعا التصاوت دي انا بخليها للقلي بس، قلي ايه اليومي، لكن انا بخلي طاسة تانية للحاجات اللي انا ايه بستعملها للشغل بتاعي بس. وكده نقطع بس طماطمية حلوة كده مع بصلاية على الايه للجمبري، ومعايا حتة توم بيضك هنحطها، بس مش دلوقتي. التوم دي هنحشي بيها السمك بعد ما نغسله غسلة كويسة. توم دقيته كويس قوي، لسه عايز دق تاني، بس انا ايه بوريكم انا بعمل التوم. سمك عايز توم، سمك مقلي تحط عليه توم. هنقلي طبعا البتنجان وهنقلي البطاطس عشان ما نزفرش الزيت. وهنجيب بصلاية عشان نحطها على الطماطم بتاعه الايه الجمبري. هنعمله مسلوق عشان ياخد شوية شوربة منه واعمل بيها الرز. في ناس بتحب شوربة الجمبري عشان تقولك ده زفارة والكلام ده، لكن انا بحب ايه شوربة الجمبري على الرز. مش عايز تحط شوربة الجمبري حطي مية عادية عادي بالبصلة بتاعتك العادية. ونكمل كده ايه بقية شغلنا. قبل ما نبدأ دوسوا لايك وشير واشتراك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. كده هخلص معاكم بتنجان وبطاطس على طول كده ايه على السريع على السريع. واحط بقى ايه بصلايه كده اقطعها عشان اعمل بقى الجمبري واحطه على جنب يستوي مع حاله لحد ما اعمل رز الصياديه. عشان طبعا السمك ما يحلاش غير برز الصياديه. طبعا الرز اللي عملته معاكم كذا مره. وايه هنزل بقى الجمبري دلوقتي. اعملي شربتك حاجه حلوه كده، تبقى حاجه حلوه تفتح النفس كده معاكي، ما تبقاش في الاكل فيه زفاره ولا في اي حاجه. ورقه اللورة مع البصل مع الطماطم مع ايه شويه ملح. طبعا أنا حطيت الملح، الجمبري عمال يتنطط. شطه، شايفين بيتنطط ازاي وصاحي. هنقلبه بقى ايه مع بعض عمال يتنطط في ايديا. هنشيل بقى بطاطس ونشيل البتنجان وايه نحط حبه حبه واحنا شغالين معاكم مع بعض. زي ما انت شايفه نشتغل واحده واحده وعلى اقل من مهل. الطاسه ديت انا بخليها للقلي بتاع كل يوم. عايزه اعمل لها ايه مسحوق كده ايه لتنظيف عشان خاطر اغسلها كويس اوي. ماشي. شايفين كده الجمبري كده ايه هولع عليه النار، وهيكون على النار التانية كده ايه بعيد عني كده عشان خاطر ايه اخلص اللي ورايا كله وانا هو شغال على نار هادية. همسك بقى السمك وانضفه كويس قوي. صليته على النبي، حطيته لايك، دوسوا بقى ايه اشتراك عشان في فيديوهات كتير بتتفرجوا عليا كتير جدا، بس ما بين غير اشتراك، فيديوهات كده عابرة يعني.
هنمسك بقى السمك ونحط بقى ايه، ننضفه تنظيفه كويسه زي ما انتم شايفين كده. نجيب بقى ايه، أنا طول عمري بنضف في البيت، لكن اليومين دول انا مش قادره الصراحه، ايه جو الساعه دوت والميه متلجه في الحنفيه. بس واحد بدك بيضطر ان هو ينضف، بدك ايه ورا راجل، واحد ما بينضفش من ويسيب الحاجه مطرح الناس كده ايه. لازم تديها تنظيفه تانية، تشيل الدم بقى ايه في الشوك، وتشيلي الحاجات اللي هي عندك ديت تفتحي بقى حته من الجنب كده عشان خاطر ايه تحطي فيها التتبيله بتاعتك زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تعيدي تنظيف اكلك كله لازم يكون متنضف. تنضفي كده وتفتحي من الجنب عشان تحطي تتبيله تبقى داخله بقى ايه متظبطه جوه السمكيه، وتحسي ان السمكيه شايبه من طعم التتبيله اللي معاكي. اذا كان بقى تعملي تتبيله، تعملي تومه، اللي هتعمليه لازم السمك يكون متشرب منه. اتاكدي بس من نظافته كويس عشان خاطر ايه يبقى حاجه تبقى على نظافه. نغسل بس كده ايه، اهم حاجه تغسلي غسله كويسه وتشيلي الدم اللي جوه الشوك، وتشيلي الحاجات كلها ايه اللي مش نضيفه جوه السمكيه زي ما انتم شايفين كده. كده ايه خلصناه، وهديه بقى لابني بقى يحشيه ويتبله بالثوم والدقيق عقبال ما انا اخلص الرز. وهوريكم بقى ده كان بعمل رز عقبال ما اخلص البطاطس والبتنجان زي ما انتم شايفين كده. قمت خليت ايه ابني يحط كده ايه التومه، قال لي ماما عايزه اساعدك وخليني اساعدك واصور معاكي وقولي ان انا بساعدك. قلت له ماشي تعالى يا كريم، اهم حاجه ان انا اقول لكم ان هو بيساعدني. قال لي قلت له ماشي. هو بيحط لي بقى الدقيق، بيعفره لي بالدقيق وبيحشيه توم يحط لي ايه الفتحه اللي انا قلت له عليها دي يحط فيها. هنجيب له طبق دلوقتي عشان يحط لي السمكية ونفضها كويس اوي من الدقيق. ماشي، هما 5 سمكات يعني 2 كيلو الا ربع، 2 كيلو مش عارفة هو كان جايبين كام بالظبط عشان ما ايه يعني. هما 5 سمكات يعني يعملوا كيلو ونص، 2 كيلو الا ربع، كل واحد واحدة يعني. السمك اليومين دول غالي اوي يعني، السمك ب50 و45 ومش كبير وصغير. السمك غالي ومش كبير يعني. السمك اللي ب50 ده كان واحد كان بيجيب سمك ب50 جنيه، ده واحد بيجيب بقى سمك ايه شمورتي. دلوقتي السمكة ب50 جنيه ما يبانلهاش ملامح. هو طبعا ايه انا مصوريني معاكي وقولي ان انا بعمل معاكي اهو عشان خاطر ما ازعلش. قلت له لا ما اقدرش على زعلك يا كريم، واقول ان انت بتساعدني يا حبيبي وايه بتعمل معايا كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. هو طبعا بينفض الدقيق، بينفض على الرخامه كلها، مش مشكله، بس هو عايز يساعدني وخلاص. هو بيوريكم السمكه اللي هو عملها، هو فرحان ان هو ايه بيعمل معايا. نرجع بقى ايه تاني للبصله بتاعت الايه الرز الصياديه. البصله دي بتاعت الرز الصياديه هنحمرها كويس قوي. عملنا لكم زوم على الحله عشان ايه ما خليكمش تايهين معايا، نعمل حاجه حاجه ونركز على حاجه حاجه زي ما انتم شايفين كده. خلي بس البصلايه تدبل وتتحمر زي ما قلت لكم. برز الصياديه ما بنحطش عليه اضافات ولا طماطم ولا رز سكر مكرمل ولا الكلام ده. بنحمر البصلايه تحميره زياده شويه، يعني تحميره زياده شويه، يعني التحميره العاديه لا زوديها شويه تغمق كده. يعني بصي هتعتبر يعني ايه قربت تتحرق، بس هي البصلايه زياده شويه. هنزود بقى الميه هتديكي لون البني ده على طول، من غير ولا سكر مكرمل ولا طماطم ولا كاتشب ولا الكلام الفاضي ده. رز الصياديه اسكندراني الاصلي من ايه، من الميه والبصل بس، من غير اضافات تانية. طبعا هنخلي بقى الميه تتظبط ونتبلها بملح وودك وكمون و... ونحط الرز
زي ما كده شايفين. طبعا البخار بتاع المية بيطلع على التليفون شوية. هسيبها تغلي، هغطيها واسيبها تغلي. خلصنا بقى احنا بقى ايه البطاطس البتنجان، وهنرجع ايه نبص على المية وهي بتغلي. اول ما انزل الرز، ده نص كيلو رز، نص كيلو رز. هندوق بس عايزة ملح ولا لأ. وادي طبعا طاسة البتنجان فاضل لي حبة صغيرين، وفي كام حتة فلفلاية كده قطعتهم صغيرين عشان اطعم بيهم الزيت اللي هنزله في السمك. طبعا البتنجان بيشرب زيت، مقرف ان هو بيشرب زيت. وطبعا انتوا عارفين ان الزيت طبعا اليومين دول غالي، عشان خاطر ايه الواحد مبيحبش يجيب بتنجان كتير بسبب ان هو ايه بيشرب زيت كتير. ادي حلة الجمبري الصغير، وادي الطاسة اللي هحط فيها السمك. حطيت فيها حتت فلفل كده عشان خاطر طعم الزيت، وتديني طعم حلو في جلد السمك. احنا بنحب ناكله ايه قشر السمك اللي بره الجلد بتاعه، اللي هو المقلي بالزيت. حط كده سمكتين سمكتين، ونخليهم بقى ايه يتظبطوا. وهشيل بس البتنجان دوت اللي هيتحرق ورا ده، عشان خاطر ايه انا مش حاطه له زيت كتير. ما بيتحملش بقى ايه ان هو بيتشوط وبيتحمرش جامد. وزود له زيت يشربه، زود له زيت يشربه. قلت والله ما احط لك تاني، هاخد لك بقى من زيت السمك واحط لك بقى ايه على البتنجان ده اللي كل شويه يشرب لي الزيت كله. هرجع بس الرز كده على جنب، وهيكم بقى انا هعمل ايه في الجمبري. الجمبري اهو سبته، صفيت منه الميه خالص، وهحط له توم ني. هنحط له ايه توم ني. هي الجمبري بيتعمل كده، بيتشوح في توم ني وزيت، بيتشوح في توم ني وزيت. بس نشيل البتنجان اللي هيتشعوط ده. بص حبة الزيت قد ايه في الطاسة. احط ايه على قد اللي موجود، بس على قد حبة الزيت. احط توم ني ومصفية منه المية، شايلة منه المية كلها. احط حبة زيت كده صغيرين على وش الجمبري، يتحمر بقى ايه معاه، ويدينا طعم التومة الحلو زي ما انتم شايفين في قناة التلفزيون ده. اقلب بقى السمك. طبعا انا مشمره دراعي عشان النار في كل واحدة شغالة، كل عين شغالة فيها النار. شوف كده، ننزل دي الحلة دي ايه. خلي بقى التومة بتاعت الجمبري تتحمر بقى مع بعض كده على نار هادية، قبل ما الرز بقى ايه يستوي. اخد بقى شوية زيت من هنا عشان خاطر ايه مش كل شوية احط له زيت. انا كل شوية عمال ياخد زيت في زيت في زيت، مش عارفة ليه. البتنجان عامل زي السفنجة. وكده ايه نخلي بقى الرز بقى يتشرب ونوطي النار عليه. وطبعا السمك سايباه ياخد تحميرته حلوة. وادي الجمبري حمرت له، حطيت له التومة النية مع شوية الزيت، وبتنجان عمال يتشعوط ورا. ما علينا من البتنجان، خليه يتشوط براحته ويشرب زيت براحته، عشان أنا اتخنقت منه كل شويه عايز زيت. الطاسه كانت مليانه زيت وشربه مع نفسك بقى. خدت له شويه زيت من السمك وحطيتها عليه، لسه زيت السمك نضيف ما سودش. هنقلب بس السمك كده عشان ياخد سوا ايه على الاقل من مهله. وانت تعالى كده اخر حبه دول اصلا ايه وخنقت منهم، كنت عايزه خلاص يعني مش عايزه اعملهم، بس قلت حرام ايه يترموا، قلت عادي اكلهم احسن. يتحمروا بقى يتشعوطوا براحتهم. وادي كده الرز ايه نمسك بقى شوكة ونقلب بقى بالشوكة على الاقل من مهلنا. ماشي، هنسيبه بس ايه يتشرب براحته، ونجيب طبق كبير ونحط فيه السمك زي ما انتم شايفين كده. كده طبعا ايه السمك شغال على النار عشان يتظبط ويتحمر بقى ويبقى جلده محمر كده.
تاكل السمكية ولحمها الابيض بقى الجميل بقى الدايب ده. سلام، كان طعم السمك الصراحة كان تحفة. جميل جميل جميل. كده بقى ايه، حمرنا بقى السمك، سايبينه على النار على الهادي خالص. بشيل بقى واحدة واحدة كده على ايه، على الطبق على طول. اتأكد بس ان كله استوى عشان ايه ننزل غيره. وكده ايه بقى، حطينا السمك التاني على النار بيضك. اتأكد بس ان هو ايه، طلعه كده من على عشان دي حطيتها على البوتاجاز على الزيت، وانا وطيت النار عليه والزيت برد. لما الزيت بيبقى بارد بيمسك فيه الجلد كده بيفرقع. ياما انا خبطتها بالمعلقة مش عارفة. وكده بقى ايه، كده خلصنا بقى الجمبري. شايفين جماله، شايفين الحلاوة. كده بقى الجمبري الصغير الجميل الصاحي، وادي السمك المقلي الجميل المقرمش، مقرمش وطعمه وريحته ايه، كانت جاي لاخر الشارع. وبعدين فلفل بقى حامين. السمك ما يحلاش غير بالفلفل، السمك ما يحلاش غير بالفلفل بقى وجماله. وهي طبق البطاطس حمرناها، وادي بتنجان شعوطناه، وادي طبق الرز الجميل بتاعنا الصيادية، وطبق سلطة كده ايه طماطم وبصل بس، يعني ما حطيتلوش ولا خيار ولا جرجير، كانش عندي. طبعا عيال بيتسلوا على الطبق ده، بس حاجزينه عشان محدش ياخده غيرهم. كل واحد واقف بقى عايز ياخد طبق الجمبري ده ويجري بيه. اشوفكم على خير.